السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احوال جيده ان شاء الله. ومرحبا بكم معنا من جديد في قناه وصفات انا واختي، وكذلك في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله البنات غادي نشارك معكم قهوه منسمه بالاعشاب اللي كتجي لذيذه وكتجي غزاله في المذاق ديالها. فان شاء الله ملي غادي تجربوا هذه الطريقه اللي غادي نعطيكم فما غاديش تبقاو تستعملوا القهوه اللي كنشريو في الاسواق. فهي كتجي لذيذه كما قلت لكم. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش كتعرفوا الوصفه كيفاش غادي نديروا القهوه. فهي بسيطه في التحضير ديالها وما كتحتاجش الوقت بزاف. وتبعوا معايا الفيديو كما قلت لكم، وما تنساوش اللي مازال ما اشتركت معايا في القناه ضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو، كذلك زر الجرس باش كتوصلوا بالجديد، وتخليوا التعليق ديالكم ولايك للفيديو. وشكرا للبنات الجداد اللي الله دخلوا عندي، وفرجه ممتعه البنات. فبالنسبه للمكونات البنات غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال القرفه مطحونه، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير مطحون، وشويه ديال الزعتر، وشويه ديال الشيح، وثلاثه ديال المعالق كبار ديال القهوه. من بعد ما جمعت المكونات ديالي فدرت في البريق الماء اللي هو سخون بزاف اللي يكون طايب، ضفت ليه 3 ديال المعالق ديال القهوه كما قلت لكم، والقرفه والسكينجبير والابزار، وخلطت مزيان المكونات ديالي. ومن بعد ضفت لهم الشيح والزعتر. بالنسبه للشيح والزعتر فموجودين عند العطاره، اي واحد مشيتي عنده تقول يعطيني الشيح والزعتر فموجودين في اي بلاصه. دابا غادي نض البريق ديالي فوق البوطه حتى يطبخ، وغادي نطفي عليه، ومن بعد غادي نزيد السكر على حسب الذوق. من بعد ما وجدت لي القهوه ديالي كما شفتوا فهي سريعه التحضير، ما كتاخذش الوقت بزاف، والاهم فيها هي انها كتجي لذيذه بزاف. واللي ما كيشربش القهوه الكحله فغادي يرجع كيشربها، فكتجي لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها البنات، وردوا عليا وما تبخلوش عليا بلايك لا فيديو. فجربوها ما غاديش تندموا عليها ان شاء الله، فكتجي لذيذه بزاف. واللي ما كيشربش القهوه الكحله فغادي يرجع كيشربها، ف كتجي منسمه بهاد الاعشاب اللي دات ليها وكتجي لذيذه بزاف. ونتمنى تجربوها، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناه اللي مازال ما اشتركات، وكملوا معايا الفيديو. فغادي نشارك معكم بعض اللقطات ديال واحد الخريجه، نتمنى تستمتعوا معايا فيها. فما تنسوش اللي مازال ما اشتركت في القناه تشترك معايا، وتخليوا التعاليق ديالكم. وفرجه ممتعه ان شاء الله، وبصحه والراحه القهوه، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.